في نوع رجالة كده مش بيكسر قلبك مرة واحدة، ده بيكسره حتة حتة صغيرة كل يوم، وانتي فاكرة ان ده حب وراحة، بس الحقيقة ده اسمه اتكالية ناعمة. بتبان لطيفة في الأول وبعدين بتتحول لعبء تقيل. سارة خطبها شاب هادي وطيب، بيقول لها أنا مش بحب أتعبك، سيب الأمور عليا هترتاحي. في الأول فرحت، قالت أخيرا راجل مريح يعتمد عليه. لكن مع الوقت بدأت تلاحظ حاجات غريبة. كل قرار بسيط يقول لها انت اختاري، كل مشكلة يقول لها شوفي انت الحل، حتى أبسط مسؤولية أنا مش فاهم اعمليها انت. طب انت شايفة ايه الصح؟ ومع مرور الأيام لقت نفسها مش خطيبة، لقت نفسها مديرة وأم ورئيسة مؤسسة لراجل كبير في السن بس بعقل طفل صغير. وأصعب لحظة لما قالت له مرة ليه كل حاجة عليا، رد بكل هدوء وثقة هو أنا كنت وعدتك أكون مختلف. ساعتها بس فهمت إنها مش مع شريك حياة، هي مع حد عنده اعتماد كامل عليها باسم الحب. علامات خطيرة للراجل الاتكالي، لو لقيتي 3 علامات أو أكتر خدي بالك بقى. هتلاقيه أول حاجة بيتهرب من أي قرار، هتحسيه كده متردد مستني ياخد إجابة من حد ويقولك دايما اختار انتي. 2، عمره ما يبدأ حاجة لوحده، لازم يدفعه كأنك معاكي طفل صغير أو مراهق، لازم تقعدي تدفعيه كده تديله دفعة لقدام علشان ياخد القرار. 3، بيقلب المسؤولية عليكي بشكل غير مباشر، يعني من الاخر كده بيجيب الكرة في ملعبك، تاخدي رأيه في حاجة بدل ما يقولك رأيه وانت تقولي له رأيك والحياة تبقى مشاركة، لا تلاقيه دايما بيحط الكرة في ملعبك، لان هو ايه، زي ما قلنا اتكالي مش واخد اللي هو ياخد قرارات، هتلاقيه دايما بيرمي الكرة في ملعبك وبيقلب المسؤولية عليكي بس بشكل غير مباشر. 4، بيعتمد عليكي في ايه بقى، في التفكير والتخطيط، لا وكمان تحلي المشكلة والحل. 5 حاجة، بيحسسك انك اعقل منه طول الوقت، يعني بيلبسك كده عباية ماما من الاخر. 6، بيبان مريح قوي لكن في الحقيقة هو مستسلم للحياة. ابسط حاجة، ايه رأيك مثلا نعمل كذا، زي مثلا لون الشقة لون الحيطان الحاجات دي كلها، يقول لها اللي تحبيه اللي تشوفيه. في الاول هي كانت فرحانة جدا ان هو راجل يعني مطيع ومسالم، بعد كده بعد شوية وقت اكتشفت ان هو اتكالي في كل حاجة. لو خطيبك بقى او جوزك كده تعملي معاه ايه؟ المهم هنا مش الهجوم اللي انت تهاجميه، لكن اعادة التوازن. لو انت اكتشفتي الموضوع ده بدري بدري كده وهو خطيبك، فلو سمحتي اخلعي منه خالص. اما بقى لو جوزك وانت قررتي انك خلاص هتكملي معاه، فلازم تعملي شوية خطوات كده. اول حاجة، 1، وقفي دور المنقذ طول الوقت، مش لازم انت تنقذيه على فكرة. 2، سيبيه يواجه قراراته حتى لو اتلخبط، ايه المشكلة كلنا بنتلخبط، انت بس تساعديه لكن عمرك ما تعملي الحاجة مكانه. في غلطة أغلب الستات بتقع فيها، لو انتي من النوع اللي كل حاجة عايزة تعمليها بسرعة بسرعة، فاعرفي اللي انتي كده بتشكلي الراجل وبتخليه اتكالي وبتخليه كسول، هو خلاص يقولك هي هتزهق هتعمل الحاجة وهكذا. 4، قوليله بهدوء أنا مش هقدر أشيل لوحدي، شجعيه دايما اللي هو يتحمل المسؤولية خطوة خطوة. وفي الحقيقة أنا سمعت دكتورة اتكلمت عن موضوع الشخص الاتكالي وقالت من أحد الحلول لو انتي زوجته حطيه في الفعل بأسلوب لطيف كده وهادي. أنا محتاجة منك مثلا 1 2، عمل يا ستي 1، افرحي جدا وعودي اشكريه ودعميه وافرحي جدا. وطبعا لما تحطيه في الفعل في حاجة أو حاجتين بعد ما يعملها تقعدي تشكريه، تصبري بقى شوية، يعني الموضوع ده بياخد وقت لأن ده ناتج أصلا عن التربية، إن هو أصلا شخص اتكالي التربية بتاعته إن مامته بتاخد قراراته أو كده. فأنت عشان تعدلي السلوك ده محتاجة تصبري كده من 3 ل6 شهور حسب ما العلم بيقول يعني. لأن الراجل الاتكالي ده عمره ما كان اتكالي كده فجأة، لا، لأن هو بيتربى على إن دايما دايما في حد هيكمل مكانه بقى، ماما أخوه كبير أي حد مكانه. علامة مهمة جدا كمان هتكشف لك الراجل الاتكالي لو انت لسه في الخطوبة أو حتى في الجواز، هتلاقيه مثلا ايه، في حد دايما بياخد القرار بداله، بيلتجئ مثلا للأب للأم لواحد صاحبه الأنتيم، دايما بتلاقيه بيحب يعتمد على حد أو حتى بيبقى هو نفسه عايز يعتمد عليكي. الراجل الحقيقي اللي يشاركك الحياة مش يسلمها ليكي بالكامل، لأن الحياة مشاركة. افتكري دايما الراحة الحقيقية في العلاقة مش إنك تشيلي كل حاجة لوحدك،
لكن إنك ما تشيليش لوحدك حاجة أصلا. ولو حسيتي في يوم من الأيام إن انت بقيتي العقل والمدبر والمدير والمنفذ، اسألي نفسك يا ترى هل ده شريك حياة ولا ده حمل متخفي في شكل حب. ودي كانت كلمة من قلبي ليكم، أشوفكم في فيديو جديد. سلام.